جماعة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رمضان كريم وتصوم وتفطر على ألف مليار مليون خير يا رب العالمين. ما ينتهي الشهر ده إلا والسودان معافى من حاجة اسمها الكوليرا. يا جماعة الكوليرا مرض خطير، يا جماعة الكوليرا مرض خطير. ده عدم الوعي اللي احنا بنقصده من زمان، انه لازم انت تعرف حقك وتطالب بحقوقك. اي دولة في العالم، دولة متقدمة ودولة فاهمة وشعبها فاهم، لما يكون في ابسط الحاجات اول شيء بيشتغلوا في التوعية وبعدك بيعلنوا الحالة بتاعت الطوارئ. نحن لحد الان لا تلفزيون السودان، لا قناة الشروق، لا النيل الازرق، لا سودانية 24، لا 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 ما في زول شغال بينا، وكأنهم الناس اللي بيموتوا ديل هم عبارة عن حشرات، والناس اللي بيصابوا ديل هم عبارة عن حشرات ما بشر في الاصل. ويطلع وزير الصحة ويقول لك والله يا اخي انا طبعا ده ما شغلي، يطلع مامون حميدة يقول لك، ولا واحد من الجماعة يقول لك والله يا اخي لا ما يدخلوا المستشفى بتاعتي، ممنوع منع بات انهم يدخلوا المستشفى دي. يا اخي هم ناس، اسألك بالله يوم تلبس الكفن الجديد وتتخطى في القبر وحيد غير الدود والصديد، نكير سؤاله صعب شديد. يعني انت بتقول لي ما تدخل مستشفياتي، وزير الصحة بيقول دي ما شغلتي، بعض المواطنين بيقول لك يا اخي المرض ده نحن ما شفنا له صورة. ما تشوف له صورة يعني الا تشوف زول مصاب كويس، شوفها في عيالك ان شاء الله في البيت، حتى بعد ذاك بتعرف الصورة الحقيقية. طيب المواطن ديل كلهم انت بتمنعوا منهم، بتقول له ما تمشي المستشفى او ما تدخل المستشفيات الخاصة. طيب المواطن ده يمشي لمنه؟ يشكي الحال لمنه بعد الله؟ تشكي مش حاسأل عليك، تبكي مش حارحم عينيك. ده الرد بتاعهم هنا لينا كده. اقل لا ما دايرين، مش الاعلام ده هو ما داير يعمل، يعني ما جاه توجيه من وزارة الصحة انه هو يعني يعلن الحالة بتاعت بيقولوا عليها شنو، الحالة بتاعت الطوارئ. طيب ما عايزين منك اي طوارئ، ما مشكلة، ليه ما اشتغلت توعية يا الاعلام؟ حصل زول فتح قناة الشروق ولا والقنوات دي لقى مكتوب توعية بس. انا الان بطالب بالتوعية. ليه ما استضيفت دكاترة؟ نستضيف نحن في الفيسبوك، نستضيف دكاترة نحن في الفيسبوك عشان نوعي الناس. وهل هذا يعقل؟ الدولة هي الفيسبوك والإعلام هو الفيسبوك؟ رحمكم الله. المفروض أي إعلامي يقدم استقالته. هي وزارة الصحة بنفسها، بقول لك وزارة الصحة بنفسها بتقول الإصابات 14,000، وامشي اقرا الجريده الليله بتقول لا الاصابات الليله تنازلوا شويه، قالوا الاصابات لا 11,400 كده. طيب 11,000 دي وباء ولا ما هو وباء؟ يعني ممكن تكون حالتين، 3 حالات، 4 حالات، 5 حالات، 6 حالات، 10 حالات، 100 حاله، نقول عادي. يا جماعه يتحركوا، يا جماعه يتحركوا، ما تعتمدوا على الإعلام بتاعنا ده. أدعموا شباب شارع الحوادث، أدعموهم، هم الآن خاتين زي ما بقولوا أو عاملين غرف في المناطق الموبوءة، غرف. أدعموا الناس زي طوالي. أضرب الآن نحن المغتربين، أي زول اضرب لواحد من قرايبه، طيب هاي يا فلان فلاني او اخوانه يا فلان فلاني حولت لك كده، امشي قابل ناس شارع الحوادث، قابل ناس شارع الحوادث، سلموا قول لهم الله يبارك فيكم الله يجزاكم خير، ذاته ما تشكرهم، ده واجب اي سوداني انه يعمل كده. لكن لانه نحن ما عارفين واجبنا تجاه الوطن شنو، عشان كده بنشوف ناس شارع الحوادث ديل ولا اي شيء، لانه نحن ما عارفين واجبنا شنو، يعني بس دايرين الناس يعملوا لنا، لكن نحن ما بنعمل. والله صدقني ما لم يبقوا الناس اي زول بيقول انا بعمل ما اعتمد على فلان يعمل، ما بننجح. انا الان اللي بتكلم معاك انا كمصعب ده، انا كمصعب ما عندي امكانيه مثلا اعملها او ما عندي حاجه اعملها غير انه اتفقنا انا ومعي واحد عملنا حكايه بتاعت 20,000 بروشور ووزعناها في المواصلات في اي حته، حتى ذاته الناس اللي بيوزعوا لنا تعرضوا لبعض المضايقات، لاقوهم ناس الشرطه ودوهم القسم، قال لهم انتوا بتوزعوا في شنو؟ قالوا لهم والله يا اخي دي اوراق بروشورات، يعني زي البروشور كده، المهم حاجه فيها امور بتاعت صحه وتوعيه وكده. وهناك العساكر ساقوهم ودوهم القسم، الضابط بتاع القسم شاف الاوراق ومتابع الحاله، الضابط قام حيام قال لهم امشوا السوق ووزعوا في اي حته، الراجل اللي يسالكم الكلام ده في السوق العربي هنا. الناس في بعض الناس فاهمه، وفي بعض الناس واعيه، في بعض الناس دايره تساعد الناس في عمل الخير. عشان كده انا بقول لك انت ما تخاف، أسألك بالله العلي العظيم، أسألك بالله العلي العظيم، الآن لو وصلك المقطع بتاعي ده حاول إنك تساعد الناس في التوعية أو تساعد الناس في العمل الميداني،
ودائما شارع الحوادث دي، لانه كل الناس بتؤمن بالقضيه، يعني هم الطريقه اللي هم ماشيين بها والعقيده اللي هم ماشيين بها كانت سليمه، عشان كده كل الناس الان بقت صف واحد وراهم. هم حاولوا يتواصلوا معاهم، والله يجزاكم خير. وانا ما عندي كلام كثير داير اقوله غير انه برضه اضيف للاعلاميين، اي اعلامي ما قدر يوصل رسالته يعلن استقالته، اي اعلامي ما قدر يوصل صوته افضل له انه يعلن استقالته ويقعد في بيتهم، احسن من انه يكون هو قاعد وشايف السودانيين بيموتوا. ديل سودانيين، كم ما سودانيين، انسان افرض انهم هم ما سودانيين، طيب بشر بيموتوا قدامك تقعد تقول لا والله الا تجيني صور؟ الصور دي لو جاتك في ناس بيتكم لحظتها بتعرف ما معنى ان تكون الكوليرا قد انتشرت في السودان. الكوليرا يا جماعة، الكوليرا ثم الكوليرا ثم الكوليرا. نلتقيكم إن شاء الله في مقاطع أخرى، في أمان الله.